مفيش حد فينا شعره مش بيتساقط، وكلنا طبعا بنجري على الدهانات والزيوت والحاجات العلاجية، وبننسى نعالج مجموعة أسباب مهمة جدا هي السبب في تساقط الشعر. كملوا معايا الحلقة عشان تعرفوا ايه أسباب تساقط الشعر الشائع واللي احنا مش بناخد بالنا منها. أنا دكتور آلاء ودي نيوتريشن توكينج. النهاردة هنتكلم عن تساقط الشعر. تعالوا نشوف ايه الأسباب بتاعة تساقط الشعر. أول سبب كلنا بنغفل عنه هو انخفاض مخزون الفيريتين. مخزون الفيريتين اتكلمنا عنه قبل كده، وهو عبارة عن مخزون الحديد في الجسم، أو كمية الحديد يعني مخزنة في الكبد اللي الجسم بيطلعها ويستهلكها في تكوين كرات الدم الحمراء أو CBC عشان توصل الدم والأكسجين للخلايا. طبعا الجسم لما بيجي بيوزع على المناطق الحيوية أولا زي الدماغ زي القلب زي الحاجات دي، وبيخلي الشعر في الآخر. فعشان كده لو مخزون الفيريتين قليل أو الفيريتين عامة قليل كده احنا الشعر مش هيوصل له الغذاء، وده بيتسبب في تساقط بصيلات الشعر. السبب الثاني والمهم جدا هو هرمون TSH أو المتحكم في إفراز الغدة الدرقية من الثايروكسين. الغدة الدرقية دي هي المتحكمة في كل شيء في الجسم بما في ذلك نمو أو دورة نمو الشعر. فعشان كده لو TSH ده مش مظبوط فإحنا كده برضو بنعاني من تساقط الشعر. ثالث حاجة نقص حاد في فيتامين مهم جدا للجسم وهو فيتامين د، لأن فيتامين د ده مسؤول عن تنشيط بصيلات الشعر الجديدة، وطبعا النقص فيه بيتسبب في تساقط شديد للشعر. عشان كده 80% من الناس اللي بتعاني من تساقط الشعر عندهم نقص حاد في فيتامين د. استفدتوا من المعلومات في الحلقة دي أو الحلقات اللي قبل كده؟ ما تبخلوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.